البطل إدغار راح يرجع أقوى بطل، هايبرات جديدة، وستار دروب بعد الليجندري. كل هذا وأكثر بنعرفه في المقطع. أول شيء أسباب تخلي إدغار أضعف أو أسوأ شخصية في براول ستارز حاليا. طبعا خليني أقول لك إن البطل يعتمد على سوبره وبنسبة كبيرة، يعني إنه بسبب مدى ضرباته لازم ينط بالسوبر، يعني حرفيا من قصر مدى ضرباته بينطبق عليه مثل العين بصيرة واليد قصيرة حرفيا. باختصار لأنه أصغر أو أقصر مدى في اللعبة يعتبر مدى إدغار هو وليلي طبعا. يعني باختصار هو بيواجه صعوبة إنه يوصل أو يضرب الخصم بضرباته. طبعا هذا أول شيء يخلي الإدغار سيء. ثاني شيء إنه برضه قصر المدى، الأول كان سوبر الحين قصر المدى، يعني باختصار مشكلة. فإنه قصر المدى تبعه بيأثر عليه ويعتمد على السوبر والكلام هذا. فانتقل السبب الثالث جمجو هيلو، يعني باختصار خلاص هيلو يعني 6600. يعني ايش اقول لك، مثلا اذا انت نطيت بإدغار على واحد وغلط، او هو هرب منك، او يعني كذا انت غلط بمسافة قصيرة وما وصلت عليه، فخلاص يعني بسبب هيلك او كذا فيمكن الشخصية يعني تشقك قبل ما يعني تقتلك قتل، يعني فاهم كيف؟ ممكن تقتلك قبل ما توصل عليه حتى. عشان كذا بيعطوك سرعة تعبئة سوبر مؤقتا 30 ثانية بيضع عشان تعبي السوبر، أو مع الجير بيكون 27 ثانية، وسرعة بعد ما تستخدم السوبر عشان تقرب على الخصم حرفيا. وبعدين هو صاحب أقصر مدى في اللعبة وأقل هيل في اللعبة. كيف أقل هيل؟ راح أقول لك. يعني شوف الآن كل الشخصيات المدى القريب هيلها أكثر من إدغار، فاهم كيف؟ هذا الشيء لوحده يكفي، يعني تكون فاهم علي. بتقول لي لا يعني إدغار بيهيل لما يضرب، وعلى فكرة تهييله يعني بالذخيرة أو اللكمتين بمرة واحدة بيهيل 750 من هيلو، يعني بس بلكمتين بس. تخيل يعني أكثر من 10% من هيلو الطبيعي الكامل، النسبة المئوية. مثل ما قلت لكم أي شخصية مدى قصير يساوي هيل أكثر، حتى شايد أكثر منه فارق 400، لكن ما بتفرق. ولكن المهم يعني مثلا هذا الشيء يرتبط بأنه مثلا لو ما دمج خصمه، لو كان خصم عليه بعيد شوية حبتين، فإذا تدمج يعني ما بيعوض على الهيل. يعني هو أصلا ضرباته ما بيدمجه أصلا أو يهيل منه بنفس الوقت، فاهم كيف؟ فيمكن بضربتين ثلاث خلاص وينقلب قلد حرفيا، يموت خلاص يروح فيها. بشكل عام كل قدراته والميكانيك تبعه يعني مهاراته سيئة وضعيفة بنفس الوقت، فاهم كيف؟ فعشان كذا قوته والشركة عطيته كل هذا البروكن حبتين كذا بروكن، بعض الأحيان أعطيته كل هذا القوة والمهارة، يعني أي مهارة يا أخي. المهم إنه أعطيته كل شيء يعني، والقدرات والدمج وكذا، سرعة التعبير. ليش؟ عشان إنه يحتاجها، فاهم؟ الشركة أعطيته هذه الميزات بالتحديد عشان إنه يحتاجها، لأنه بدونها ولا شيء حرفيا. يعني بالله عليك قل لي إدغار أي يسوي بدون سوبر؟ يعني لاحظ أنت، يعني أي إدغار أو إذا أنت كنت لاعب إدغار حتى لو الشخص قريب حبتين، يعني ما بتروح يعني أنت تروح لعنده وتدمجه حرفيا، فتلقى حالك ميت خلاص. فلازم يعني تنط بالسوبر عليه عشان على الأقل تقتله. هذا إذا ما توفر السبب الرابع، وبتعرفوه بقوله بعدين. المهم الشركة خليته كذا لأنه يحتاجها أصلا، فاهم كيف؟ فبدونها ولا شيء. يعني إذا ما هي للإدغار شو يسوي؟ يعني خلاص حاليا يعني كل التانكيت يعني كذا خلاص بيشيلونه. يعني شو بيسوي بالله عليك؟ بدون هيل، بدون يعني دمج وتهيل بنفس الوقت، وبدون سوبر تتعبي مؤقتا. فخلاص إدغار بيموت، يعني لازم نحطه بالميتا 0 نجمة، مش نجمة يعني تحت النجمة. المهم
أتمنى تكون فهمتني. الحين ننتقل على السبب الرابع، ألا وهو أن اللاعبين يكرهوا لاعبين إدجار بالذات، يعني بسبب التوكسيك أو الديسلايك اللي بيحطوه والخطأ وكذا، يعني بعد ما يقتلك وخلاص يقهرك، يعني يقول والله واو أنا قتلتك، الله الحين أنا محترف. يعني خلاص كذا اللاعب يتنرفز، يكره الشخصية كلها بسبب إنه لاعب نوب منوب قتلك ويسوي لك ديسلايك حرفيا. فنص اللاعبين حرفيا صاروا يكرهوا إدجار عشان السبب هذا بالذات. كمان هذا البطل نو سكيلز وبدون مهارة، وما أشوفه حتى أنا ممتع صراحة. أنا رفعته ليفل 11 عشان سبب واحد، طور تحدي الزعماء، فتعرفوا هذا أوكي. فهو كان جاي كويس هناك بسبب سرعة تعبئة ذخيرته. صراحة سرعة تعبئة ذخيرته من أسرع التعبئة أو أسرع تعبئة في براول. فانتبه منه، لا تقول دمجه ضعيف من أضعف الأبطال اللي يدمجوا بالمدى القريب، لا هذا يعني خطير حرفيا. يعني يمكن بسبب سرعة التعبير يجلدك في ثانية، بس خصوصا لو هيلك قليل أو كثير حبتين. مثل ما قلت لكم إنه سهل ترفع فيه طور تحدي الزعماء، لأنه يهيل ويدمج بنفس الوقت مع سرعة التعبئة تبعه. فأنا رفعته عشان هذا السبب. بعدين سحبت عليه كان يعني 800 وشوي كذا و20 كأس أو أقل، وقبل كذا شوي رفعته 860 وسحبت عليه كمان، ورفعت الحين 900 بس بعد عناء بقول لكم بعدين ليش. خامس شيء الماب والمودات، يعني بسبب قصر المادة مثل ما قلت لكم تبعه وقدراته وكذا، ما صار في مابات تناسبه، ما في يعني خلاص تعتبر مفتوحة. حتى لو قلت مثلا بماب الخزنة وهذا يعني إنه يلعب في ماب الخزنة، أنا بقول لك إنه بيلعب بس يعني بالرانك القليل، يعني إن رانك كؤوس قليلة في إدجار ممكن تلعبه، لكن لما تصير أكثر في مليون بطل حرفيا فوق يعني كلهم يعني تقدر تاخذ بطل أحسن من إدجار. ليش إلا إدجار؟ يعني حرفيا كولت عندك، حتى كولت أحسن منه، كولت كرو، حتى كرو كذا، في أبطال كثيرة غير إدجار. ليش إلا إدجار؟ والشو داون برضه، الشو داون يعني بتقول لي هو يناسب وكذا وكيت هذا، لكن حتى كيت أحسن منه، فاهم كيف؟ لأنه عنده قدرة خاصة في هذا الماب. ولو كيت برضو كيت ما ينفعش، لأنه عندك في مثل ما قلت لك أبطال أحسن، وكمان عندك شيلي، يعني حرفيا إذا لقيت شيلي فسلمني جي. يعني تأخذ شيلي أحسن، تأخذ بطل أحسن يعني كذا وكيت أي شيء إلا إدجار، أي شيء إلا إدجار بصعوبة تدفعه. سادس شيء الرانك العالي، يعني إذا أنت تلعب برانك مرتفع وكذا وشو داون كذا، فبتواجه صعوبة كبيرة يا أخي. مستحيل إنه تتذكر ما كنت تعصب عليه لما إدجار يقتلك، الحين إنه بتتعصب أكثر لما تلعب فيه، لأنه إيش؟ إنه الناس اللي ضدك بتكون مغلبها تفهم فهيمة، يعني خلاص حافظين إدجار، تعرف إيش تسوي، تعرف متى تروح ومتى ترجع، فاهم كيف؟ مثلا بعطيك مثال، إذا مثلا أنت انحشرت كذا أو كذا يعني بين الزوم كذا، وكان هيلك قليل، فإذا كان واحد نوب ويقول خلاص هيلك قليل أنا بروح أقتلك وخلاص، فأنت تجي هو يعني النوب هذا يجيك وأنت تسوي درع وتدمجه تهيل بنفس الوقت، وما يلقى إلا يعني إنه ميت حرفيا بسبب تهور لأنه نوب. أما المحترف فاهم كيف؟ أما المحترف خلاص بيقول أنا بستنيك، مش فارق معي، وبظل بعيد إذا مثلا جمعت سوبر، ومش فارق معي، أنت كذا هيلك قليل والزوم جاي عليك، فأنت محاصر بستنيك، وبظل أدمجك كذا بحاول، وإذا هذا ما فرقت يعني عادي، فأنت بكلتا الحالتين ميت. فشوف يعني الناس تفهم إيش تسوي، تفهم كذا. سابع آخر شيء إن شاء الله معنا الكاونترات. طبعا الكل يعرف إن نص اللعبة كاونترو، لا تقدر تقول كل اللعبة خلاص ما بقى شيء. أي شخصية تبطئ إدجار تكاونترو، تدفه لورا تكاونترو،
تجمده تكاونتره، تهرب منه تكاونتره. خلاص يعني ايش بدك اكثر من كذا؟ ما في خلاص. يعني مثلا بايبر، اي شخص يذكر لي بايبر تدفه بالجادجت تبعه، تهرب بالسوبر تبعه. صح ان قلت كفاءة الكاونتر يعني بعد ما اخذ نيرف التبطيء، بس برضه الكاونتر انه بتدفه لورا، وبرضه تهرب من السوبر دمج بنفس الوقت، فهذا كاونتر برضه. عندك كرو يبطئه، قلب يبطئه، عنده جادجت ما يخليه يقرب عليه. باختصار يعني في عندك مليون بطل يكاونتره حرفيا اي شيء. سيرج كذا يعني. وكمان صحيح الابطال تتعامل معاه من قريب او عن قرب. مثلا عندك شيلي بالسوبر تبعه خلاص يعني ضربة واحدة او ضربتين هاي كذا خلاص ميت. يعني انت ايش تسوي لما تروح عند شيلي؟ بالله عليك ايش تفكر؟ حتى ادجر كاونتر نفسه يعني اذا كان اخذ كذا حاجة ما علينا. فحتى بول حتى ذا كذا وكم شخصية تعامل معاها عن قرب خلاص تكاونتره. طبعا انا كنت اقول ان الادجر ما فيش عنده شيء احتراف، لانه كذا انت تلعب تنط وكذا تقتل خلاص. لكن يعني مش اي شيء، حتى لو كان بطل نسكرز، حتى لو كان ضعيف جدا او قوي جدا، يعني لازم له احتراف اي بطل. مثلا مثل ما قلت لكم قبل شوي يعني الموضوع احتراف انه بيتحاصر كذا والتهور والحاجات دي، فتفرق يعني. ادجر يختلف اذا كان بيد لعيب او بيد نوب. يعني مثلا نوب يقول يلا انا بجيك واقتلك خلاص يعني كذا ودمجك وياخذ الباور كيوب تبعك. مثلا النوب بيروح على شيء اللي بيروح على شخصية كاونتر مثلا. النوب حتى لو كان فهم شوية مثلا ما يكون فاهم كل الكاونترات، بيقول لا شيلي بس هي وحدات كاونترنا، لا بول لوحده بيكاونترنا. يروح على مورتيس يكون محترف ويجلده حرفيا. ففاهم كيف؟ فتفرق إذا كانت بيد لعيب أو نوب. اللعيب يعني بيعرف متى يروح متى يرجع متى ينسحب ايش يسوي. فبس يعني انا بقول لكم انه تفرق باختصار. يعني حتى المحترفين ما ياخذوه، يعني البطل منسي حرفيا حاليا. يعني بنسي ما بتلاقي محترف يعني يلعب بإيدجر إلا كم كذا يعني تحدي أو كذا، فما أتوقع إنه كذا يلعبوا بإيدجر. فاهم كيف؟ أو حتى بالرانكد يعني ليش بيلعبوا إيدجر؟ بالله عليك يعني هذا اللي بيلعب إيدجر فنسلم عليه، نوصي كل تحياتي عليه. المهم وبس هنا وصلنا نهاية المقطع. أتمنى تكونوا استمتعتم فيه، وألقاكم في فيديو جديد أو مقطع جديد. سلام.